اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تنزلي تحط لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. انا بعمله هعمله معاكم بإذن الله. حبايب قلبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، نورتوني وشرفتوني في قناة المتواضعة. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا نشوف هنعمل مع بعض ايه. ان شاء الله هنعمل مع بعض المولتو او الباتيه او فطائر طرية زي ما تسموها. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة من اللبن البودرة اللي هو نيدو، ولو ما عندكيش مفيش اي مانع. معاهم كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا، ودي كوباية من الزبادي اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده في فيديو، بس هي كانت خلصت يعني وعملنا تاني اهو. كانت عندي فقلت اعجن بيها. ولو ما عندك الزبادي مفيش اي مانع خالص، ما تقدري ما تحطي الزبادي وتعجني المية دافية عادي زي ما انا هعجن دلوقتي برضو. ومعايا مية دافية، وحطيت ربع كوباية من السكر. قلبت كده المكونات الجافة بتاعت الاول الناشفة مع بعضها، وبعد كده نزلت بكوباية الزبادي وبديها تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. قلبتها كويس كده. هنزل بقى بالمية الدافية بتاعتي اهو، ونزلت بالشوية دول بعدها ما نزلتش تاني. زي ما قلت لكم معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم ربع كوباية سكر، عليهم كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا او كيس فانيليا، ومعلقة من اللبن البودرة. دي بيدينها هشاشة وطراوة للفطيرة بتاعتي او للعجين بتاعي، وبتبقى حلوة. حابة تحطي حطي، مش حابة انت وراحتك حسب رغبتك. تمام كده. انا عاوزة العجينة بتاعتي تكون ملزقة زي ما انتوا شايفين، مش عاوزاها جامدة ولا متماسكة معايا، انا عاوزاها فيها تلزيقة بسيطة كده. هنزل بمعلقة، نص معلقة من الزيت بالظبط. نص معلقة من الزيت، ان هي ايه، ان انا الم ايدي بس من العجين زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. احنا هنحشيها مع بعض شوكولاتة، تقدري تحشيها اي نوع حشو انت حباه. لو عندك متوفر عجوة تقدري تحشيها عجوة او بلح، مفيش اي مانع خالص، بتبقى حلوة وجميلة. او ممكن تحشيها قرفة وسكر برضك، مفيش اي مانع. خلاص انا عجنت العجينة بتاعتي وسبتها ترتاح شوية. بعد كده وخمرت شوية، جبتها بقى اقطعها 3 مكعبات زي ما انتم شايفين او كور كده. انا طبعا الرخامة بتاعتي مسحها ونضيفة عشان كده هخبز عليها. كده كورت العجين بتاعي وببدأ ان انا ابطط فيه. شايفين العجينة بتاعتي ما شاء الله بتجري تحت ايديا، كانت حلوة وطرية تحت ايدي اهو. وكل ما ترقي العجينة تطلع معاك وتلفيها على الطريقة اللي انت عاوزاها، تطلع معاكي حلوة ومنفوخة من جوه مش معجنة في بعض. هبدأ ان انا اشكلها بقى حسب التشكيلة اللي انت عاوزاها، اي تشكيلة تقدري تعمليها وانت واقفة. سهلة وبسيطة خالص ومش مكلفة. اللي وصلت معايا لحد هنا متنسيش تحط اللايك والشير للقناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. واللي لسه جديدة معانا في القناة ياريت تنضمي لعيلتنا الجميلة.
وتشرفينا في قناتنا المتواضعة. تضغطي على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر، واضغطي على هيجيلك 3 اختيارات، تضغطي على كلمة الكل عشان كل لما ننزل حاجة جديدة توصلك بإذن الله. هنا بقى انا عملت التجربة دي وطلعت تجربة فاشلة محدش يعملها. ممكن تقدري تحشيها شوكولاتة بس قطع ماسكة في بعضها، مش شوكولاتة سايلة زي ما انا عملت كده، لان باظت مني وما كانتش حلوة. فانا لفيت بقية الحشوة بتاعتي من غير ما عملت بعد الطريقة دي، شايفين طلعت مني، فما كملتش انا بالطريقة دي. لفيتها سادة، وبعد ما لفيتها سادة حشيتها، جبت سرنجة نضيفة عندي وبقيت اخد فيها الشوكولاتة واحشيها. تقدري زي ما قلتلك لو عندك شوكولاتة قطع ماشي، ده تنفع تحشيها، مش هتطلع منك ولا تبظ ولا حاجة، هي هتسيح جوه العجين. تقدري تحشيها قرفة او عجوة زي ما قلتلك، انما شوكولاتة سايلة زي ما انا عملت لا. كده لفيت بقى الاشكال اللي انا عاوزاها، اي شكل انت محتاجاه تقدري تلفيه اهو. سهلة وبسيطة جدا، مفيش اسهل من كده. دي بقيت الكمية معايا زي ما قلتلكم، لفيتها سادة، وبعد كده لما طلعت وبردت بدأت ان انا احشيها بسرنج. وكل ما تكون العجينة رقيقة معاكي بتطلع مورقة. هنا بقى كانت اخر قطعة عجين معايا. نفردها بقى زي ما انتوا شايفين، وبعد ما خلصتها سيبتها ترتاح كمان شوية بعد ما لفتها التشكيلة اللي انا محتاجاها. يعني بعد ما لفتها التشكيلة اللي انا عاوزاها سيبتها ترتاح شوية، ما دخلتهاش الفرن على طول. بعد كده دخلتها الفرن. انا بقى حبيت ان انا اعمل تشكيلات غير المولتو كده اهو، زي الباتيه. كده بقى انا كنت خلصت الكمية بتاعتي وسبتها ترتاح شوية، وبعد كده دخلتها بقى الفرن. هنا بقى يا سلام، في ثواني ازاي ما اقولكوش طلعت بقى. عملت صوص الشوكولاتة ده احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده. كان جبت معلقتين كاكاو ومعلقة لبن برضو بودر، ونص كوباية مية او ربع كوباية مية بالظبط، وعليها 3 معالق من الزيت ومعلقتين من السكر، وضربتهم ضربة حلوة كده مع بعض، وعملت كده صوص الشوكولاتة. حبيت ان انا اعمل بشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين، ومن غير شوكولاتة هونت. كانت جميلة ما شاء الله، وكانت هشة وطرية خالص، قطنية من جوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتطلعوا مستفادين ولو بحاجة بسيطة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما كنتش طولت عليكم. لايك وشير وسبسكرايب القناة عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله حبايب قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.